السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يمكن بعيد بقالي 10 سنين الأخيرة دي، أنا تقريبا مقل جدا. يمكن هذا العمل اللي حضراتكم شفتوا مشهد منه دلوقتي ده قضاة عظماء، ده اتعمل سنة 2016 2017 جزئين، الجزء الأول 2016 والجزء الثاني 2017، وده إنتاج شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، يمكن آخر عمل عملته شركة صوت القاهرة. المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده عامل أكتر من 50-60 مليون مشاهدة على جميع المواقع وجميع المنصات، وبيتكرر وبيتعاد. هو ومشهد تاني آخر من الجزء الثاني من قضاة عظماء. هنا أنا بعمل القاضي موسى بن عياض، هي مجموعة كل 7 حلقات قاضي، فأنا بطولة ال7 حلقات دول أنا هنا موسى بن عياض. في 7 حلقات تانيين في الجزء الثاني كان بطولة أحمد عبد العزيز هو القاضي شرف الدين، وأنا كنت بعمل الملك. في مشهد بيني وبين أحمد عبد العزيز ما زال عامل أكتر من 60-70 مليون مشاهدة، وما زال لغاية النهارده الناس يعني بتشيره لبعضها يعني. ليا يمكن كلمات أخرى اتكلمتها عن مصر بالصدفة، يمكن حضراتكم كلكم برضه على اليوتيوب موجودة، عاملة 60 أو 80 مليون مشاهدة، وبيقولوا إنه أروع ما قيل عن مصر، رغم إن هو كلام مش من تأليفي، يعني كلام كنا بندرسه واحنا صغيرين في كتاب التربية القومية، بس للأسف نسيناه أو تناسيناه. فأنا ذكرت الناس بيه وكلمته كان في برنامج استضافة، وهحكي لكم اتقال ليه وظروفه كانت ايه. المهم انه عامل برضه ملايين المشاهدات، كما لو كان يعني ربنا بيطبطب عليا ويقول لي انت بعيد عن الشاشة او بعيد عن الأعمال الدرامية اللي انت يعني مستقبلك وحياتك فيها كلها، فبرضه لا، هتفضل موجود في أذهان الناس من خلال الأعمال أو الحاجات اللي هي اتشيرت بدون علمي يعني أو بدون إرادتي، وعملت ملايين الملايين من المشاهدات، وده شيء أسعدني جدا. خلال الفترة اللي أنا توقفت فيها دي ما قعدتش بقى في بيتنا، ولا حطيت إيدي على خدي، ولا اشتكيت وطلعت في البرامج اقول ما بيشغلنيش ويا ريت ليه ما بيبعتوليش، وقومت الدنيا وقعدتها، ولا رحت اتكلمت نقيب الممثلين اشرف زكي، ده دفعتي وصديقي اساسا وحبيبي واخويا يعني، ولا رفعت سماعه التليفون على منتج او مخرج انا ليه مش معاك، او انا عمري ما عملتها خلال ال10 سنين او ال12 سنه اللي انا قاعدهم دلوقتي دول على الاطلاق. وإنما قررت إن أنا أقوم بدور التوعوي والتثقيفي كفنان على أكمل وجه، وفي نفس الوقت أضمن الستر ليا ولبيتي، لأني ماليش مهنة أخرى. فسبت الفيلا اللي أنا ساكن فيها، أجرتها، ورحت قعدت في شقة إيجار قانون جديد علشان أفضل عايش في نفس المستوى ونفس الليفل، وأقدر أكمل مسؤوليتي تجاه أولادي واربيهم بشكل كويس، لان هم مش ذنبهم ان انا عن اختياراتي، ومش ذنبهم ان انا بعتذر عن اي عمل تافه او هايف علشان احافظ على ده. صحيح هم سعداء بده دلوقتي، وخصوصا كل ما بيكبروا كل ما بينضجوا، وكل ما بيسمعوا من اي حد يجيب سيرته يقول لك الفنان المحترم المثقف اللي عمرنا ما شفنا له عمل وحش. بقابل الناس في الشارع، انت فين؟ انت وحشنا، هو انت اعتزلت، هو في ايه؟ الكلام ده الحقيقه يعني بيخليني احس ان انا السنين ما راحتش هدر، واني بالعكس سبت بصمه او علامه حتى لو كانت قليله او بسيطه، لكن في النهايه راضي عن نفسي وراضي وضميري مرتاح ان انا مش هسيب سيره سيئه لاولادي ولا لنفسي، وفي نفس الوقت انا خدمت بلدي ووطني خلال الاعمال المحترمه الجيده اللي بتصيغ عقول ووجدان الناس، وفي نفس الوقت من خلال العديد من الانشطه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي اللي انا عملتها خلال فتره ابتعادي عن المجتمع. انا مستشار ثقافي لمؤسسه التعليم اولا، عضو مجلس الامناء لمؤسسه عداله بمسانده، عضو اللجنه العليا لملتقى المسرح الجامعي، المسرح الدولي، الملتقى الدولي للمسرح الجامعي. ليا العديد من الأنشطة المجتمعية والخيرية والسياسية في نفس الوقت. أنا أستاذ بالدراسات العليا كلية آداب جامعة القاهرة قسم علم النفس.
متحدث رئيسي في كل المؤتمرات والندوات اللي بتتكلم عن نبذ العنف والتطرف والإرهاب، اللي بتتكلم عن أهمية الثقافة والفن والإعلام في بناء الوعي وبناء الإنسان والتأكيد على الهوية. أنا بحاضر في معهد إعداد القادة، الفنان الوحيد يمكن اللي لف كل جامعات مصر، بعمل لقاءات مفتوحة مع الطلبة والطالبات في الجامعة، وبفتح باب الحوار معاهم، وبوضح لهم البلد فين ورايحة فين وجاية منين، وازاي بزكي روح الانتماء في داخلهم عشان يحبوا بلدهم ويفتخروا بيها، وبالتالي يدافعوا عنها، خصوصا في التوقيت اللي احنا عايشينه.